السلام عليكم. اليوم غنسمعوا سعيد بن سديرة المدعوم من أحد الأجنحة الحاكمة في الجزائر، كيف كيطنز على الإعلام العسكري الجزائري بعد ما امتنعوا عن ذكر المغرب خلال سفر المنتخب الجزائري إلى المغرب، والله إلى إعلام العالم الآخر. خليكم معنا وشاهدوا الفيديو حتى للنهاية، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب. يلا هو نبداو. نبقى دائما مع أخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث غادرت صباحا بعثة المنتخب الجزائري مطار هواري بومدين الدولي، وعرفت التحاق المدافع جوان حجام كما ذكرنا بعدما تم إعفاؤه من المباراة الأولى، بينما سيغيب الثنائي رامي بن سبعيني وكذا بغداد بونجاح بداعي العقوبة. في الرياضة، تنقل المنتخب الوطني صبيحة اليوم تحسبا لمواجهة المنتخب الغيني غدا بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثامنة عن المجموعة السابعة من تصفية كأس العالم 2026. هذا وكان المنتخب الوطني قد فاز على منتخب بوتسوانا ب3 أهداف مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة. المهم، تنقل الفريق الوطني لمقابلة الفريق تاع غانيا كذا. تنقل الفريق الوطني وين؟ قالوا لنا ما تقولوش. تنقل الفريق الوطني إلى وين؟ أنا نخليك نقاط وتدبر راسك. يعني قمة الحقارة. شحال قال لك 0-0؟ شكرا. قمة الحقارة وقمة النذالة وقمة الرخص والطحين والفشل. يعني التلفزيون الرسمي الجزائري يمنع على الصحفيين ذكر كلمة المغرب، بينما في نشرة الأخبار نذكر إسرائيل عادي، والاحتلال الإسرائيلي يقتل. يعني إسرائيل نهضروا عليها معليش، بالرغم من أننا لا نعترف بدولة اسمها إسرائيل. الجزائر لا تعترف بكيان إسرائيل، لكن في نشرة الأخبار يقول لك والاحتلال الإسرائيلي يقتل كذا الفلسطينيين ويشرد كذا كذا، وتنقل وزير كذا كذا وزير الإمارات وزير إلى تل أبيب وقابل نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل. لكن عندما يصل الأمر إلى المغرب الشقيق، نعم المغرب شقيق والشعب المغربي شقيق وخاوتنا، ما عندناش مشكل معاهم. نحن مشكلتنا مع النظام المغربي الجبان. النظام المغربي شيء والشعب المغربي شيء. ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الذي احتضن المقابلة هذا يقع في المملكة المغربية الشقيقة. هذا الأغبياء اللي راهم يحكموا فينا، هذا زريبة الإعلام اللي يحشموا يتفاداوا كلمة المغرب، على أي أساس؟ وصلت بكم الوقاحة والحقارة والتفاهة أنكم تمنعوا الصحفيين من ذكر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغرب. هي أين المشكل؟ تنقل الفريق الوطني الجزائري إلى الدار البيضاء المغربية لمقابلة الفريق كذا. نزل الفريق الوطني في مطار على أرضية مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية. أين المشكل؟ يعني تدير في ها هي المعلومة اللي كما قال الأستاذ محمد علواش دايرين في بالهم بالمواطنين ما توصل. يعني داير في بالهم بالشعب الجزائري كله يستنى في نشرة الزريبة، نشرة الثامنة ونشرة الواحدة، باش يسمع الفريق الوطني وين راح. ومن بعد كيقول لك الوطن يا حمار يا زايله يا تاع التلفزيون. الشعب الجزائري كل على باله يعرف جيدا ان الفريق الوطني راح للدار البيضاء المغربيه. يعني بقيتوا انتم برك اللي زوايل في الزريبه نتاعكم اللي ماكمش فاهمين الفريق الوطني وين راح. لانه واحد اللي يتابع فقط نشره التلفزيون بغالي يوصل يقول لك تنقل الفريق الوطني الى بعد وين راحوا؟ تنقل الى وين؟ راحوا يلعبوا في غينيا؟ لا وين؟ ما نقولش، نقول عيبه، كلمه تاع قباحه عيبه. راحوا للبر، ما راحوش للبر، راحوا للمغرب، راحوا المطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
يعني هذه الملاحظات اللي تخلي الواحد يولي مبغل. أعطونا مبرر واحد يخلي المذيع بتاع قسم الرياضي أو مذيعة الأخبار نشرة الأخبار تمتنع عن ذكر المغرب. إذا كان فيه مرسوم رئاسي غير معلن يحرم ذكر اسم المغرب قولوا لنا باش الواحد ما يزيدش يهضر المغرب، بالك شدوا لنا التهمة اللي يقول المغرب راهو عدو. هي المغرب، المملكة المغربية دولة شقيقة، شعب شقيق، حكومة غبية وحكومة فاشلة وحكومة جبانة وحكومة حقيرة، نعم متفقين. وحقارة الحكومة والنظام المغربي أو نظام المخزن هذه حقارة وحقد وكذا قديم من 1956 وقبل، من أيام الأمير عبد القادر وروح ليه، لكن احنا نهضر غير من 56. إذن علينا أن نحدد المفاهيم والمصطلحات ونضع كل حاجة في بلاصتها. عندنا مشاكل مع النظام المغربي، أوكي، نظام المخزن، لكن في أمور ثقافية فنية رياضية الشعب المغربي شعب شقيق، لأنه لحد الآن لا يوجد مرسوم أو قانون يمنع من ذكر اسم المغرب، أو يمنع المغاربة من دخول التراب الجزائري، أو يمنع الجزائري من الدخول إلى التراب المغربي. أنا اليوم قريت بعض التعليقات، جزائريين مناصرين جزائريين راحوا للمغرب واستقبلوهم، وحتى المناصرين تاع الدار البيضاء ناصروا الفريق الجزائري وعادي. خليوا المشاكل السياسية في جنب والعلاقات الثقافية والرياضية والفنية في جنب. نحن ليس لدينا مشكل مع المواطن المغربي، ليس لدينا مشكل مع المواطن المغربي، لدينا مشكل مع بعض السياسيين، ما مش كلهم، وحاشية البلاط، هذا عندنا معهم مشكل، ومشكل سياسي، موش مشكل اعتراف. احنا معترفين بالمغرب دولة ومملكة عريقة، ومملكة كما يقول لك الناس عندها جذورها لا ننكر، لكن انت كي تقول لي تنقل الفريق الوطني الى وين؟ قالوا لنا ما تقولوش.